السلام عليكم. هذا علي بيت مع صاحبو حميده، صبحات عليه مو بنقير وضربته بالصنداله باش يفيق من النعاس. وهذا سبيره تا هو واحد منهم كيضرب في الملاوع على الصباح. الخدمه ديالو غير في الزنقه، اللي عندي شي مشكل كيجي عنده ويعطيه الحل. خونا داير فيها محامي، طلاق النفقه كرا اللي جاب الله يعطيك فيها الحل. وهنا حميده كيضرب الشوكه لواحد البيضه، كيعاون مو فاطمه اللي هي اخطر وحده في الحومه، كتكذب على العيالات باش تدبر على راسها. انا في واحد المهمه من المهمات عطاتو البيضه يعزم عليها، شدها حميده بدلها بالبيضه اللي داير فيها الدم، ردها ليها وكملت الكذبه على المراه. وهذا مبارك هاكر خطير، اخترق واحد السيستيم سلطوا عليه الاف بي اي في السيبير اللي جالس فيه، عاق بهم جايين ليه وصلت ليهم. وهنا شادين ستون في السطح كيعمروا في الراس، حتى وقف عليهم الكوميسير زبيبه طير ليهم تبويقه وقال لهم العالم كامل كيتحرك الا نتوما جامدين في بلاصتكم. دبروا عليه ودا ليهم الصريف اللي عندهم طلقها عليهم ومشى بحاله. وهاد ختنا جات عند لاله فاطمه بغات تقاد الشغل لولدها اللي مشى لهولندا، سالات خرجات تبعها حميده، سولها كيفاش دار ولدها تا مشى لهولندا، قالت ليه باللي صفتو واحد السيد وعطاتو النمره ديالو. وهذا اوشن راس مالو غير الهضره، وهو اللي كيحرق عباد الله غير بالكلام الخاوي. حميده قالها لصحابو ومشاو لعندو، رحب بهم ووراهم الفيديوهات ديال الناس اللي صيفط وكيفاش كيشكروه، وقال لهم هاد خونا اللي كتشوفوه جاي عندي حفيان ما عنده والو، ومنين صيفطو لهولندا ولات عنده 33 بنت زهره في الفيسبوك وهو غير طلقها عليهم، ودار لهم العمره في الخاويه وقدر يقنعهم بالفكره ديالو. وقال لهم الطريق اللي كيدوزو فيها الحراقه ليبيا مصر سوريا اذربيجان باكستان روسيا بولونيا والمانيا، وقال لهم اللي توصلوا للحدود ديال المانيا غادي تلقى لكم واحد النسيبي تماك، وقال لهم هادشي كامل غير ب10 ديال المليون. ومشاو جمعوا الفلوس، كل واحد كيدبر من جهته وكل واحد وشنو كيعرف يدير. المهم جمعوا 9 ديال المليون وباقي خاصهم غير مليون باش يمشي غير واحد فيهم. تفهموا اللي دبر الفلوس الاول هو اللي غادي يمشي، ومنين يوصل يصيفط الفلوس للاخرين باش يلحقوا عليه. فهموا عليها وعلي صدق هو اللي دبر الفلوس من عند باه، مشى لعند العشران ديالو يوريها لهم. شويه صوناو عليه اصحاب المستشفى قالوا لي راه باك مريض، ومشى لعندو كيجري. صدق سمح في المشيه وحميده هو اللي غادي يمشي. داز 3 شهور منين مشى حميده وما كاين عليه لا اخبار لا والو. قال لهم علي حميده فاش كيتكيف ما كيعقلش حتى على راسو، عاد يعقل علينا حنا. وهما راجعين للدار تلاقاتهم موس ولاتهم على شو اخبار عليه وقالوا ليها والو. واحد النهار جالسين في القهوه حتى كيبان لهم حميده في التلفازه في افغانستان وكيقول لهم عتقوني. امو وقفات عليهم ديك الساعات وقالت لهم حسيت بولدي وقعت ليه شي حاجه، رجلي برجليكم نمشيو نجيبوه. واول حاجه غيفكروا فيها هي يمشيو يقلبوا على اوشن. مشاو للمقر فين كانوا تلاقاو ولقاو خوا ديك البلاصه، شدوا هاد السبيره وبخو مزيان بالعصا حتى قال لهم البلاصه فين كاين. قال لهم راه في الميناء كيبيع للناس زيت المحروقه على اساس انها زيت رقان. مشاو لتماك دار لقاهم موراه بغا يسلد، شدوه ولاله فاطمه بدات كتضرب فيه بالصنداله، وسبيره ضربوه براسو حرق ليه المخ ديالو. وهو يبدا يقر لهم، قال لهم حميده في كابول عايش مزيان، وقال لهم غادي نمشي معكم حتى لعندو. دبروا بواحد الخريطه وبداو يتراسيو الطريق اللي غيسلكوا باش يوصلوا لكابول، والفلوس عطاها لهم بات صاحبهم علي. شدوا الطريق لافغانستان، وصلوا نزلوا يستراحوا شويه، الخطاف هرب عليهم وخلاهم حاصلين في الصحراء. ودا معاه لاله فاطمه شويه وقفوا عليهم العسكر، والشن سول صحابو على الرئيس ديالهم قالوا لي حميد كرزاي، وداو ليهم العسكر حوايجهم طلقوهم. وخونا وشن كاع ما كيسكت من الهضره. شويه وصلوا عند هاد المراه كتصبن، شافتهم هربات سرقوا ليها الحوايج ومشاو داروا اوتوستوب. طلعوا في كاميو وصلوا للمدينه. هاد الولد قال لهم فاش بغيتو نعاونكم، قالوا ليه بغينا السيبير، وداهم لواحد اوتيل ديال 5 ديال النجوم. دخلوا تلاقاو تماك بلاله فاطمه اللي سبقاتهم. في الصباح صيفطوا عليه هو اللي يدبر لهم على الحوايج ما يلبسوا. واوشن خدام كيبيدالي باش يعطي الطاقه للبيسي اللي خدام فيه مبارك، حيت كيشوف الطريق اللي غادي يسلكوا. شويه اوشن خلاه وسمح فيه، وخونا جاب ليهم الحوايج لبسوهم، خرجوا للمدينه وكلشي كيشوف فيهم. تقول حوايج ديال صحاب الاعدام، خرجوا فيهم المخازنيه تبعوهم. والولد صدق رجوله وهو اللي فكهم منهم. دخلوا بقى كيعاود لهم قصتو بلي الوالدين ديالو ماتوا مساكن بالتفرقاع. بدلوا حوايجهم خرجوا تلاقاو بهذا الراجل اللي مغربي من الكاره، وسولوه كيفاش غادي يلقاو صاحبهم، وهو يصيفطهم لعند البزنازه ديال السلاح. مشاو لعندهم وهما كيسولوهم على صاحبهم، والاخرين كيسحاب لهم بغاو يشريو سلاح من عندهم. شويه ما تفاهموش في الهضره، عطاه واحد البازوكا والشن كان غادي يشتتهم. وسبيره مشى عند واحد فيهم حدو سولو على واحد خونا وهما يهجموا عليهم، ونايضه كلها قرطاس. والشن هز البازوكا وهرب بها، عطاها لسبيره باش يضرب بها. داروا الطريق وهربوا، داو معاهم هاد خونا اللي لقاوه مضروب ومجبد.
هربوا به وصلوا للوتيل، عيطوا على لاله فاطمه، هزوا حوايجهم وخواو البلاصه. تعرفوا على هاد خونا وصدق جندي ميريكاني، وفي الاخر زرب عليهم وبغى يدي لهم حوايجهم. مشى خلاهم حاصلين وكملوا طريقهم في هاد الصحراء حتى لقاو راسهم في بلاصه عامره كلها الغام، وبقى كل واحد فيهم شاد بلاصتو. هبطوا وبقاو كيتمشاو بشويه وقدروا يخرجوا من ديك البلاصه، الا اوشن اللي باقي حاصل كان غيموت بالخلعه. فاش سلكوا تفاجئوا باللي هاد البلاصه نقاوها الامريكان من شحال هادي. كملوا طريقهم والدري شاف العسكر الامريكي هرب، وقفوا عليهم شدوهم وداوهم للحبس كيسحاب ليهم باللي كيتجسوا عليهم ودوزوها عليهم بالعصا والتعذيب ديال بصح، وفي الاخر حبسوهم عندهم تدمروا مساكن. واحد النهار جا شي مسؤول امريكاني لهاد البلاصه استقبلوه، هو علي كيتكيف الزطله، والمسؤول الامريكاني بالليل كيتفقد البلاصه. ضربته الريحه ديال الدخان وقال العسكري حل الباب، دخل لقاهم خالقينها بيناتهم، وقال علي اراشي نطرى من داكشي. عطاه التكييف، رحبوا به، عجبوا الحال معاهم، قلبوها شطيح ورديع. المسؤول استعمل السفل ديالو كامل طاح ليهم في الارض. العسكر دخل يشوف اش واقع، زربوا عليه، ضربوه وهربوا بحالهم. شويه وصلوا لواحد البلاصه فيها شي تماثيل وبقاو غير كيشوفوا حالين فمهم. شويه بداو الصواريخ كيتضربوا حداهم وما عارفين راسهم باش تبلاو، وتخباو. واحد الوقيته داروا لقاو امه ديال البشر واقفين عليهم، داوهم والشن بقى كيبكي وصحابو بقاو كيواسيو فيه. وهذا المحامي ديالهم صدق حتى هو مغربي، وهما فرحانين من اللي عرفوه مغربي. قال لهم سينيو على الاعترافات ديالكم راكم محكومين. سولوه باش محكومين، قال لهم بالاعدام. وهنا جابوهم للمحكمه ديالهم باش يحكموا عليهم، عياو ما يطلبوا فيهم ويرغبوا فيهم والو. وشن قال لهم باللي انا راجل ظريف وداخل ثق راسي، وما عمرني كليت شي حاجه من الماكله ديال الميريكان، حيت صحاب ليهم هما غير برقاقه ديال الميريكان. وحكموا عليهم بالاعدام. ناضوش نقوا على المحامي اللي غرقهم، ردوهم للحبس. وهنا طلبوا يتلاقاهم واحد خونا اللي عنده مكانه في هاد البلاصه، دخلوهم اللي عنده واللي غادي يلقاو حتى هو مغربي. طلع فيهم ونشطوا معاه ووراهم الطريق اللي غتخرجهم لعند صاحبهم. سلموا عليه ومشاو هربانين. وصلوا لهاد البلاصه، ريحوا باش يستراحوا شويه، وعلي بدا كيشم طاح في الحشيش الافغاني. وفرحوا بزاف، عمروا الراس مزيان، تكاو شويه، وقفوا عليهم شي وحدين، شدوهم حتى هما وداوهم لعند الرئيس ديالهم. دخلوا لعندو، صدق هو حميده ولد لاله فاطمه، هو اللي حكمها ليهم في هاد البلاصه، واللي الخدمه ديالو هي يطبع الصلعه ديال افغانستان وتجمعوا مره اخرى، وقرروا باش كاملين نرجعوا للمغرب. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.